السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا كل اخواتي عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. قبل ما نبدأ اي حاجة نصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. حضرتك دودة الفرح وفمين جاية النهاردة بايه دودو؟ عندي نص كيلو لحمة بس هي حمرا ما ينفعش ان هي تتسلق. انا هعمل لها شوربة عشان اولادي نفسهم في فتة، فانا هعمل لها احلى شوربة هتاكليها، هتشربيها قصدي، وهتعملي بيها احلى فتة. هتعملي ايه يا دودو؟ هنجيب حته سمنة بلدي في حلة نقدحها كده زي ما انتوا شايفين، وهحط عليها نص اللحمه بتاعي بالشكل ده، وافضل اشوح فيه. انتوا شايفه انا حمرا ازاي ومش دسمه. طبعا لا يمكن دي تعمل شوربه، بس بالطريقه بتاعتي هتعمل احلى شوربه معاكي. هتفضلي تشوحي فيها بالسمنه الاول بالشكل ديت. هنجيب التوابل بتاعتها، هي اللي التوابل بتاعتها. معانا ورق لوري، كباب صيني، توابل لحمه، بهارات 7 بهارات، 2 مرقة دجاج بس مش هنحطهم دلوقتي، حبهان، قرنفل، فلفل اسمر. دول اللي هنحطهم. الحبهان نفتحيه بالشكل ده، واروح حاطينه فين؟ حاطينه على اللحمه وهنشوح بيه. خليني بوريك اهو. بص اروح حاطينه هنا كده، واروح اقلب في التوابل دي شويه مع اللحمه وشم الروايح. اقسم بالله ريحه قلب الشقه. ريحه التوابل مع اللحمه مديالها ريحه ونكهه حلوه جدا. التوابل دي بالذات بتاعت اللحمه دي هنفضل نشوح فيها كده مع السمنه البلدي، وشوحي بقى وشمي احلى روايح بالشكل ده. معلش يا جماعه التصوير مش واضح لان انا بصور بايد وبعمل الاكل بايد تانية. فهفضل اشوح فيها بالشكل ديت. طبعا هيبقى معايا ميه مغليه، الاتنين مرة دجاج بوريهم لكم اهو، اللي انا لسه مش هحطهم دلوقتي عشان اول ما تخش على سوا نحط الملح بتاعها. هنفضل نشوح فيها شويه كده. لسه معانا بصلايه وطماطميه سايبينها على جنب، هنحطهم دلوقتي بس نشوح فيهم شويه. ودي معانا الميه اهيت، ميه مغليه، لازم تتحط ميه مغليه. وعملنا الصلصه بس المقطع اتقص. وجبنا العيش هو اللي احنا هنحمره. العيش ده بعمله بالتريكه دي، بتبقى حلوه قوي. بقطعه بالشكل ده واحط عليه حته سمنه بلدي، واللي على الوش ده زعتر حلو جدا. وعملنا شويه رز حلوين ما شاء الله مفلفلين. كلكم بتعرفوا تعملوا احلى رز واحلى صلصه. الصلصه دي اللي انا معوداكم عليها. وادي العيش اتحمص وطلعته بسم الله ما شاء الله. وادي الشوربه بقى شايفين جمالها بعد ما شوحتها بالبصله والطماطميه. قلنا نعمل بقى شويه ملوخيه خضراء. جبنه كان عندي شوربه في الفريزر طلعتها، حطيت فيها حبه ملوخيه، الكيس ملوخيه كده من المفرزين، حطيته بالشكل ديت. وهنعمل هنا التقليه بتاعته. بس هنحط قبل ما نحط التقليه هنحط حتتين اللحمه نحمرهم. انا عيالي واحنا بنحبها كده، ما بنحبهاش مسلوقه. بحط حته سمنه بلدي وافضل احمر فيها اللحمه لحد ما تدي اللون بتاعنا ديت، واروح شايلها دلوقتي في طبق. وبنفس التتبيله دي هحط حته دهنه ضاني او اي دهنه عندك، واقليها شويه في السمنه البلدي دي عشان تعملي فيها احلى تقليه ملوخيه. هتحصل حاجه هنا حلوه قوي، ان الملوخيه هتيجي تطشه تروح مغرقه البوتاجاز خالص. انتوا عارفين طشه البوتاجاز بقى، أنا اصلا بصور بايد وبعمل بالايد التانيه. فهنشوح طبعا التوميه. انا عاملاها مفرزه توم على فلفل احمر لوحده في علبه، شايلها في الفريزر بستخدمه على طول. حطينا اهوت، وحطينا رشه سكر اللي اهم حاجه بتديها طعم، مع الكزبره بصوا شايفين الملوخيه بدلت ازاي. شموا بقى الروايح، اقسم بالله نفسي اشممكم الروايح معايا. روايح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وادي حضرنا بقى احلى حبه ملوخيه، وعملنا احلى طشه للتقليه بتاعت ايوه التقليه دي بتاعت الفته الصلصه. شايفين عاملاها ازاي؟ بحط العيش الاول، بحط عليها كبشتين صلصه، وبعد كده احط عليها كبشتين ميه، شوربه قصدي سوري، واروح مقلباها كويس جدا، واحط بقى الرز على الوش. الصلصه بتاعت الفته عاملاها رهيبه. ازاي يا دودو؟ شايفين بقى المنظر في الاخر عامل ازاي؟ الف انا وشفا. يا رب يكون حلقتي عجبتكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان يوصلكم كل جديد. دوتم بخير كل حبايبي.